الصلاة يعني في الدرس الوسط إن شاء الله. فما عساني أن أقول مع هذا الجمع الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مجهوداتكم، وأن يجعل هذا الشهر شهر البركة لنا من هذه يعني الاجتماعات وهذه المجالس المباركة التي قد بدأناها في الليلة الأولى من رمضان، بحيث نلتقي بإخوة لنا في العقيدة وفي الحمد لله في الدين، نتكلم ونتناصح فيما بيننا. فهذا شهر العطيات وشهر الرحمات، وكما نقول دائما هذا شهر مرة يأتينا كل عام، فلا بد أن نفوز فيه، لا بد أن ننجح في الامتحان، لأنه مدرسة، وهذه المدرسة لا تطلب ولا تضع شروطا. هذه مدرسة يدخل فيها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون قيد ولا شرط. فنصوم رمضان، نصوم لمن؟ ربما نضع سؤال: لماذا نصوم؟ أو لما الصوم؟ فالصوم يتطلب الصبر، لأن الصوم عبادة روحية، عبادة لا يمكن أن يتظاهر بها الإنسان أو يطلب بها شيئا كما في العبادات الأخرى. قد يتعامل الإنسان رئاء الناس ليراه الناس، أو يقول الناس عنه هذا منفق، هذا كريم، هذا يصلي كثيرا. فالصوم لا، الصوم شيء روحاني، شيء فيه إخلاص، شيء قد تعمله خوفا من الله عز وجل. فالصائم الذي يصوم لله ولو عرضت عليه الدنيا ليفطر لا يفطر. فإذا معنى تبقى أن هذا الصوم هو بينك وبين الله عز وجل. فإذا رجعنا إلى الحديث النبوي الشريف، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي؟ يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى يعني اجعل الصوم له. لماذا؟ لأن قال هذه العبادة هذه إذا لم يكن فيها الإخلاص والخوف من الله، الإنسان لن يصوم أبدا. ممكن يدخل إلى الغرفة ويأكل ويشرب ويمسح فمه ويخرج، لا أحد يعلم ماذا فعل. لهذا الصوم عظيم، والصوم عظيم لذا جعل الله في الجنة بابا سميت الريان، لا يدخل منها إلا الصائم. فلهذا أقول لإخوتي الكرام: كيف لي، وهذا كل واحد فينا يوضع سؤال على نفسه، كيف لي أحصل على أعظم زاد في شهر الإسعاد؟ نسميه شهر الإسعاد، يعني المؤمن تحصل له السعادة في هذا الشهر. يصوم وتعب ويترك ما كان له حلال ويتحمل، يعني نتحمل. سبحان الله، كل شيء كان حلال أصبح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا، حرام عليك. حتى أقرب الناس إليك زوجتك، زيادة على الأكل والشرب. ولكن لما قال نعم أنا سعيد، أنا سأصوم سعيد، أنا أتمنى لو كان رمضان دائما، أتمنى لو كان الأيام كلها رمضان. يعني هذا يدخل في عداد من؟ يدخل في عداد الذين يحبون الطاعة، ومنهم سابق بالخيرات. فإذا بدنا نشوفوا في رمضان نقدروا نطبقوا واحد الآية: فينا ظالم لنفسه، وفينا مقتصد، وفينا سابق بالخيرات. إذن هذا الذي يسعد
يسعد